في قرية هادئة عاش نجار بسيط اسمه يوسف. كان معروفاً بأمانته وصدقه. في يوم من الأيام، بينما كان يعمل على ترميم منزل قديم، وجد صندوقاً خشبياً صغيراً مخبأً تحت ألواح الأرضية. فتحه بحذر ليجد داخله مجموعة من العملات الذهبية القديمة ومجموعة من الرسائل. كانت الرسائل تحكي قصة عائلة اضطرت لمغادرة منزلها على عجل، تاركة وراءها كل ما تملك على أمل العودة يوماً ما. شعر يوسف بثقل الأمانة على كتفيه. بدلاً من الاحتفاظ بالكنز، بدأ رحلة بحث مضنية عن ورثة تلك العائلة. وبعد أسابيع وجد أحفادهم يعيشون في فقر مدقع في مدينة مجاورة. عندما سلمهم الصندوق لمتسعهم الفرحة ونظروا إليه بامتنان لا يوصف. لم يكسب يوسف ذهباً، لكنه كسب شيئاً أثمن بكثير: راحة الضمير واحترام كل من حوله. تذكروا دائماً، الأمانة ليست مجرد كلمة، بل هي كنز حقيقي يزين صاحبه. أتمنى لكم أسبوعاً مليئاً بالخير والبركة.